طيب معنا القديري محمد، وهو المتفوق الأول ولائيا صاحب أعلى نتيجة على مستوى محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تهانينا وبركاته. وألف مبروك. الله يهنيك شيخ، ربي شرفتنا يحفظك. انا اللي تشرفت بكم، ربي يحفظكم، بالاخص بالبروفيسور وجميع القناة اللي راهم حاضرين معنا في هذا المحفل، ربي يبارك فيكم ان شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بالنسبة لاخوتي الناجحين، ربي يوفقكم ان شاء الله في اختياراتكم الجامعيه، بالاخص في الفتره تاع الاختيارات الجامعيه، ان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله ربي يسهل لكم طريقكم، وربي يفتح الابواب قدامكم، وان شاء الله تختاروا التخصص اللي يناسبكم واللي يفتح لكم ابواب وافاق ترفع باذن الله شان الوطن اكثر مما راه مرفوع في الوقت الحالي. بالنسبه للطلبه الراسبين، اردت فقط توجيه نصيحه، لان تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع الخاص بالراسبين. لا تهملوا الرياضيات. لاحظنا في الأوساط التعليمية في هذه الأيام العديد من التلاميذ من يهملون الرياضيات والفيزياء، اعتبارا أنها مواد صعبة على حسب قولهم، وهي على العكس. المواد التي تستمتع بدراستها حقيقة في المدرسة أبرزهم هي الرياضيات ثم الفيزياء. الرياضيات ثم الفيزياء ليسوا مجرد مواد عابرة، مواد تستمتع حقيقة بدراستها. وأنا عن نفسي نادم جدا أني لم ألتحق بمدرسة الخوارزمية، لا تضيعوا هذه الفرصة. تمنيت حقا لو كنت تلميذا في هذه المدرسة العتيقة العظيمة التي نرفع رؤوسنا بها، ربي يحفظهم إن شاء الله. وراهي مدرسة تحاول نشر العلم وبناء العلماء وإنتاج النوابغ، إن شاء الله ربي يوفقهم وربي يحفظهم. ومن أبرز العلامات الشيخ مسعود هنا، من أبرز القامات، والبروفيسور ربي يحفظهم إن شاء الله، الغني عن التعريف. نقاط في الرياضيات والفيزياء يا محمد. ما شاء الله تحصلت على العلامة الكاملة في المواد العلمية كلها. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظك. توفيق من الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلنا نرتقي إلى هذا المستوى والحمد لله. أما بعد فهو جهد الوالدين، ربي يحفظهم، ما قصروش معنا الوالدين، كان لهم الدور البارز في هذا النجاح. أما ثالثا فكان الفضل يعود مثلا في مادة الرياضيات. كان عندنا الشيخ عمان محمد ربي يبارك فيه، ما قصرش معنا، وجميع الأساتذة الذين درسوني في مسيرتي الدراسية، أبرزهم الشيخ ميلود معوش ربي يحفظه إن شاء الله وربي يبارك فيهم، كان لهم الدور البارز في هذا النجاح والحمد لله سبحانه وتعالى. بالنسبة لمادة الفيزياء الشيخ مصباحي كمال، وجه له تحية من هذا المنبر، والدي وتاج رأسي ربي يحفظه إن شاء الله. بالنسبة لأستاذتي في القسم، دائما لا تنسوا فضل أساتذتكم في القسم. لاحظنا في هذه الأيام العديد من التلاميذ يتهربون، ولو كنت أطلت عليكم ربي يحفظكم إن شاء الله سامحوني. العديد من التلاميذ يتهربون من الدراسة في القسم، في آخر العام تلقى المدرسة فارغة ما كانش، وهذا خطأ كبير. الفصل الثالث بس حضرت كامل. الفصل الثالث اليوم الخميس الأخير قبل البكالوريا، اليوم الخميس الأخير قبل العطلة تاع البكالوريا، كنت نقرأ عند الشيخ أحمد قعار أستاذي في مادة هندسة الطرائق، أبي الروحي كما نقولوا احنا. أستاذ أبو راس أمل كانت أستاذتي في مادة الفيزياء ربي يحفظها إن شاء الله. وجميع التلاميذ ينقطعون الفصل الثالث مثلا، ربما الكثير ينقطعون عن الدراسة، لكن أنت وصلت. نعم. وبالأخص كان عندنا طاقم ما شاء الله احنا في مدرستنا، ممكن مدرسة عبد العزيز الشريف حسب ما هو يدور، ولكن لا، مدرسة عبد العزيز الشريف لها قامات رائعة تدرس فيها، وبالأخص السيد المدير لأنه سأفضله كذلك. شكرا، بارك الله فيك. فيكم بارك الله.